الدوري الأسباني هنتكلم النهاردة عن ملخص الدوري الأسباني عن ال13 جولة اللي فاتوا. هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. التوب فور حاليا جايبين كام نقطة، عملوا ايه قدام الفرق الكبيرة، جمعوا منهم كام نقطة، جابوا كام جون، دخل فيهم كام جون. هنتكلم عن صراع الهدافين، التوب اسيست، أكتر مساهمات، عدد الأهداف اللي دخلت في الدوري، عدد الدريبلز، عدد التاكلينجز. كل حاجة هنتكلم فيها عن الدوري الأسباني وهنفصله تفصيص. فيلا بينا. هنبدأ بالكلام عن التوب فور، وطبعا كلنا عارفين الصدارة دلوقتي في المفاجأة الكبيرة والغريبة قوي لنادي جيرونا. نادي جيرونا هو حاليا متصدر الدوري الأسباني مع 34 نقطة. الفرق الكبيرة اللي لعبها لحد دلوقتي هي ريال مدريد بس، وده يفسر شوية هما ليه موجودين في المركز الأول. ما لعبوش غير ماتش واحد قدام ريال مدريد، ما كسبوهوش وما تعادلوش حتى، لا خسروا، ما سجلوش فيه ولا جون ودخل في شباكهم 3 تجوان. فبالتالي قدام الفرق الكبيرة ما ححرزوش ولا نقطة. فمنطقي شوية ان هما في مركز زي ده، خاصة ان هما لسه ما لعبوش برشلونة، ما لعبوش اتلتيكو مدريد، ما لعبوش الفرق اللي هي تقيلة قوي في الدوري. فالموضوع منطقي شوية ان هما في الصدارة، ماتشاتهم كانت سهلة، ولكن ده برضو ما يمحيش ان هما مأدين سيزون عالمي. عندهم مهاجم في صدارة الهدافين، يعني في صراع الهدافين عندهم ناس، في اكتر ناس قطعت كور، عندهم ناس في كل الاحصائيات تقريبا. فجيرونا برضو ما نقدرش ما نبصش او ما نهتمش قوي بالانجاز اللي هم عاملينه لحد دلوقتي. وفي المركز الثاني معانا الملكي ريال مدريد برصيد 32 نقطة. ريال مدريد لعب قدام فرق كبيرة زي اتلتيكو مدريد وجيرونا وبرشلونة، يعني خلاص لعب الثلاثة اللي في التوب فور. والماتشات دي هو كسب 2 منهم، ما تعادلش ولا ماتش وخسر ماتش، سجل 6 أهداف ودخل فيه 4 أهداف. يعني حقق 6 نقط من ال3 فرق الكبار دول. نتيجة حلوة، جبت 6 من 9. أي نعم ماتش أتلتيكو مدريد كان فضيحة وكلنا اتضايقنا منه، ولكن كتوتال في الآخر كويس. انت قدام التوب فور، انت كسبت ماتشين منهم، وفي نفس الوقت انت برضو لعبت اشبيليا خلاص ولعبت فالنسيا خلاص. ففي ماتشات صعبة انت كمان عديتها، ماتش ريال سوسيداد انت كمان عديته. فانت عديت ماتشات صعبة كتير. اه لسه فاضل ماتشات كتيرة، خاصة ان انت هتلعب من غير فينيسيوس جونيور، من غير كامافينجا، من غير تشاوميني، من غير اصابات كتير قوي. والله اعلم بلينجهام هو كمان راجع ولا لا. فانت عندك مشاكل وعندك تحديات صعبة قوي لسه موجودة، ولسه الدوري قدامه طويل قوي قوي قوي. بعد كده في المركز الثالث وبفرق نقطتين عن ريال مدريد نادي برشلونة برصيد 30 نقطة. برشلونة لحد دلوقتي ما لعبوش من التوب فور غير ريال مدريد بس، ما كسبوش ولا ماتش، ما تعادلوش ولا ماتش، خسروا الماتش قدام ريال مدريد، سجلوا جون ودخل فيهم جونين، وما حققوش ولا نقطة من قدام الفرق الكبيرة لأن هم ما لعبوش غير الكلاسيكو بس قدام الريال. اه ماشي، برشلونة ادائهم برضو السنة دي زي الريال، حبة فوق حبة تحت، مش دايما مستمرين على نتيجة حلوة. ولكن مشكلة برشلونة ان هم هيرجعوا من التوقف الدولي على اصابة، ربنا يكون في عون جافي. انت ممكن ده يبقى الفريق اللي ضدك او الرايفل يعني بتاعك او كده، ولكن ما تتمناش لحد الاصابة. تتمنى سوء اداء، تتمنى مثلا سوء نتائج، لكن ان انت تتمنى لحد الاصابة غلط. وخاصة بقى بالذات اصابة الشباب اللي ممكن اصابة زي دي تنهي مستقبله خالص، ان هو مش اصابة واحدة، ده قطع كامل في الرباط الصليبي واصابة في الغضروف. وفي كلام ان لا قدر الله لا قدر الله الحاجات دي ممكن تسيب علامة مزمنة معاه. فدي وحشة قوي، شاب كان لسه طالع. سيبك بقى من حوار بالونة والكلام ده بيبقى هزار ما بين جماهير ريال مدريد وبرشلونة. جافي ما شاء الله كان كويس جدا، بيقطع كور كتير، حلو جدا أداؤه في الملعب. كان بس عنده مشكلة بتاعت الخناقات والكلام ده، دي مشكلة عنده، ولكن كفنيات جوه الملعب هو كويس جدا. فللأسف كانت إصابة وحشة وخبر وحش، وأصلا توقف دولي زي النيلة. يعني فينيسيوس اتصاب 2.5 شهور، وكامافينجا اتصاب 2 شهور، وبدري قصدي جافي يعني خد إصابة صليبي من 6 ل8 شهور. فكان إصابة يعني توقف دولي، لعنة على الفرق التوقف الدولي ده. بعد كده معانا في المركز الرابع اتلتيكو مدريد برصيد 28 نقطة. اتلتيكو مدريد لحد دلوقتي الفرق الكبيرة اللي لعبوها هم ريال مدريد بس،
كسبوا ماتش ما تعادلوش وما خسروش، وسجلوا 3 اهداف ودخل فيهم هدف واحد وجابوا 3 نقط. يعني اتلتيكو مدريد هو الوحيد اللي عامل العلامة الكاملة، لعب ماتش واحد قدام فرقة كبيرة وكسب الماتش ده. وطبعا زي ما قلنا الماتش ده كان قدام ريال مدريد، استغل فيه الغلطات اللي كانت في ريال مدريد ساعتها، وقدر ان هو يكسب ويكسب بسكور كمان علشان يبقى يعني يبدأ يرجع تاني للطريق الصح. كانوا بيخسروا ماتشات كتير، وقبلها كانوا خسرانين من فالنسيا 3 تقريبا، او يعني كان سكور. رجعوا قدام ماتش ريال اداهم دفعة، ورجعوا تاني في الدوري ابتدوا يكسبوا وعاملين وين ستريك، خلاهم يبقوا حاليا في المركز الرابع في الدوري الاسباني. بعد كده بقى نروح لصراع الهدافين. عندك حاليا المتصدر بيلي جول بيلينجهام برصيد 10 أهداف، يليه في المركز الثاني جيرارد مورينو وجريزمان ب8 أهداف. طبعا صراع مشتعل جدا، 10 أهداف و8 أهداف. وعندنا في لعيبة كتير قوي جايبة 6 أهداف، كتير قوي لدرجة إن هم أكتر من إن إحنا نقعد نذكرهم. فالصراع مشتعل مش سهل، خاصة كمان ان المتصدر حاليا لعيب خط نص مش مهاجم، والاتنين اللي تحتيه مهاجمين. ف يعني عايزين بلينجهام يشد حيله كده شوية ويفرق عنهم. الموضوع صعب، وان هو خط نص مش مهاجم، ولكن عنده فرصة. هو فينيسيوس مصاب وفي كذا لعيب هجومي مصاب، فعنده فرصة ان هو اللي يخش ويسجل ويعلي الصدارة بتاعته ويعززها، ويحسم الدوري ان شاء الله بجائزة البتيتش. اما بالنسبة لصدارة الاسيستات وصراع الاسيستات، فعندنا 3 لعيبة في الصدارة، وهم نيكو ويليامز وساول ودييجو ريكو. غريبة شوية الاسماء، ولكن هم دول اللي متصدرين حاليا برصيد 5 اسيستات، واللي بعديهم 4 اسيستات. ناس كتير جدا جدا جدا، اكتر من 5 اسماء تقريبا في المركز التاني برصيد 4 اسيستات. فهم دول اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده، وهم نيكو ويليامز اخو اناكي ويليامز اتلتيك بلباو، عامل اداء حلو السنه دي، وساول ومفاجأة دياجو ريكو من غيتافي. اما بقى بالنسبة لقائمة المساهمات اللي هي الاهداف زائد الاسيستات، فبيتصدرها طبعا البيلي جول بيلينجهام برصيد 12 مساهمة، 10 اهداف و2 اسيست. وبعد كده اسماء صعبة قوي، دوفي بيك 11 مساهمة، وبعديها ليفاندوفسكي ب10 مساهمات. وفي المركز الرابع وهم جيرد مورينو وجريزمان ب9 مساهمات. طبعا في اسماء نعرفها، في اسماء اول مرة نشوفها زي مهاجم الاوكراني بتاع جيرونا، بيعبر عن ان هم في صدارة الدوري. فهو داخل تقريبا تاني اعلى واحد مساهمات في الدوري السنة دي، اعلى من ليفاندوفسكي، اعلى من جريزمان، اعلى من لعيبة كتير قوي، سواء من برشلونة او من اتلتيكو مدريد او من فرق تانية. فهو حلو قوي، لسه جاي السنة دي وعامل اداء كويس قوي في الدوري، ويعني ربنا يسهل، وان شاء الله بلينجهام برضه هو اللي يكسب كل حاجة. اما بالنسبة لاحسن اداء السنة دي في الماتشات في ال 13 جولة اللي فاتوا دول، في عندنا برضو مرشح 2 ادائين للاتنين لعيبة، وهم لويس سواريز، ولكن لويس سواريز الاسباني مش لويس سواريز اللي احنا نعرفه. والماتش بتاعه كان قدام الميريا، جاب في الماتش ده هاتريك. وتاني احسن اداء واللي بينافسه، او مش تاني احسن اداء، يعني رقم 2 دلوقتي اللي بينافسه، وهو رودريجو قدام فالنسيا. سجل في الماتش ده جونين واسيستين، وانا شايف ان رودريجو اللي ياخدها، مش عشان بشجع ريال مدريد، ولكن واحد عمل في الماتش جونين واسيستين، يعني ساهم ب4 تجوان. سواريز سجل الاهداف كلها، جاب هاتريك، فساهم في 3 أهداف بس. ولكن رودريجو كان عامل أداء حلو أوي في الماتش ده، مساهم في 4 تجوان، سجل وصنع، فعمل أداء أشمل وكان أحسن. فأنا من رأيي رودريجو هو اللي ياخد أحسن أداء فردي في ماتش من خلال ال 13 ماتش اللي فاتوا دول. أما بالنسبة لأكتر الفرق اللي جابت كلين شيت السنة دي، أو يعني لحد دلوقتي، هما 3 فرق: ريال مدريد وبرشلونة ورايو فايكانو. كل فريق منهم جايب 6 كلين شيت. غريبة شوية، أو هنعرف يعني كمان شوية إن غريب إن برشلونة موجود في القايمة في أعلى كلين شيت، لأن هو من يعني مش من أحسن الدفاعات. يعني هو تقريبا كان تالت أو رابع أحسن دفاع، لسه هنقول المعلومة دي في الفيديو قدام. فكانت إن برشلونة يبقى من ضمن الأكتر في الكلين شيت كانت غريبة شوية.
وبرده كانت غريبة من ريال مدريد ان هو يبقى موجود هنا، خاصة لو نفتكر البداية السيئة اللي ريال مدريد بدأها، وان هو كان كل ماتش بيلبس جون في اول 10 دقايق واول 5 دقايق، وفضلوا على كده 3 أو 4 ماتشات ورا بعض، ماتش اتلتيكو مدريد، ماتش سوسيداد، كذا ماتش ورا بعض كنا نلبس جون من لعيبة ريال مدريد مضمونة، يا جون يا اسيست لازم. يعني اول ماتش سجل فينا ولدنا الناشئ، وتاني ماتش مش عارف مراتا، والتالت اسيست كوبو، وكانت كلها حاجات من ريال مدريد ومن اللعيبة اللي طالعة من ريال مدريد. فكانت حلو شوية ان ريال مدريد رجع تاني على الطريق الصح وجاب كلين شيتس كتير، وقدر ان هو يبقى حاليا من اكتر الكلين شيتس في الدوري. اما بالنسبة للاكثر تسجيلا للاهداف في الدوري لحد دلوقتي في ال 13 جولة دول، في المركز الاول وهو جيرونا ب 31 هدف، والمركز الثاني كان المفاجأة اتلتيكو مدريد ب 29 هدف. احنا طبعا متعودين على اتلتيكو مدريد الاداء الدفاعي بتاعهم وان هم ما بيسجلوش اهداف كتير، ولكن السنة دي هم مسجلين اهداف كتير، مسجلين في ريال مدريد اصلا 3 اهداف. ف يعني كويس منهم ان هم ابتدوا يعني يهاجموا شوية، او الاحصائيات بتقول كده، انا ما اتفرجتش عليهم، ولكن يعني اهو هم تاني اقوى هجوم في الدوري السنة دي. وفي المركز الثالث ريال مدريد ب 28 هدف، المركز الرابع برشلونة ب 26 هدف، والمركز الخامس بلباو ب 25 هدف. اما بالنسبة لأسوأ هجوم في الدوري في الماتشات اللي فاتت دي، فهو في المركز الاول والأسوأ هو قادش سجل 10 اهداف بس، وفي المركز الثاني لاس بالماس والافيس ب 11 هدف بس، يليهم بعد كده ريال مايوركا ب 13 هدف، وفي المركز الاخير او احسن واحد يعني من اللي هنذكرهم دول وهو سيلتا فيجو ب 14 هدف. اما بالنسبه لاحسن دفاع في الدوري السنه دي، وهو دفاع ريال مدريد برصيد 9 اهداف بس، ما دخلش فيهم غير 9 اهداف. وفي المركز الثاني اتلتيكو مدريد ولاس بالماس ب 12 هدف، وفي المركز الثالث برشلونة ب 13 هدف. يعني هما رابع احسن فريق في الدوري السنة دي، عشان كده كنت بقول لك ان هو غريب ان هما من اعلى كلين شيتس، هما داخل فيهم 13 جون، فعشان كده كنت بقول لك ان هما يبقوا الاعلى مع ريال مدريد في عدد الكلين شيتس، كانت غريبة شوية. وفي المركز الاخير معانا، او مش يعني مش الاخير، خامس احسن دفاع يعني في الدوري السنه دي، سوسيداد وريال بيتيس وجيرونا، ان هم دخل فيهم 16 هدف بس. اما بالنسبه لاسوأ دفاع في الدوري لحد دلوقتي، في المركز الاول وهو الميريا دخل فيهم 35 جون، في المركز الثاني غرناطة ب 30 جون، في المركز الثالث سيلتا فيجو وفياريال ب 24 جون، وفي المركز الأخير أوساسونا ب 21 جون. قايمة يعني متوقعة شوية، ولكن غريب فيها إن فياريال يبقى في مركز زي ده. فياريال دايما متعودين عليه إن هو بيبقى صعب جدا قدام ريال مدريد، قدام برشلونة، وخاصة قدام ريال مدريد. قدام ريال مدريد لازم يكسب أو يتعادل، بيبقى صعب قوي، وخاصة على ملعبه، بيبقى ملعب صعب قوي وماتش صعب قوي على ريال مدريد. فغريب إن فياريال يبقى ضمن اوحش 3 دفاعات في الدوري السنه دي لحد دلوقتي، غريبه منهم شويه. اكتر واحد كسب تاكلز في الدوري لحد دلوقتي، وهي يعني دي الجايزه بتاعه الجندي المجهول في الفرقه، وهو اكتر حد قطع كور واكتر حد كان مفيد لفرقته ان هو يقطع كور ويسلمها للعيب تاني. في المركز الاول كان كاردونا برصيد 43 تاكل كسبه، والمركز التاني كان جايا ب 41، والمركز التالت معانا وهو جافي ب 39 كرة قطعها. فعشان كده كنت بقول لك جافي مهم قوي لبرشلونة، بيقطع كتير، بيباصي، بيبقى مهم قوي في الملعب، ولعيب سيبك بقى من الهزار والكلام ده، ولكن هو مهم جدا، وموهبة كانت نص يعني صاعدة وحلوة قوي. فأتمنى إن الإصابة ما تأثرش عليه وما يبقاش عنده أي إصابة مزمنة. أما بالنسبة لقائمة أكتر الدريبلز الناجحة لحد دلوقتي في الدوري، في المركز الأول برايان ب 37 دريبل، والمركز الثاني سافيو وفينيسيوس جونيور ب 30 دريبل، وفي المركز الثالث معانا وهو اسكو ب 26 دريبل. اسكو رجع تاني خلاص، تقريبا كان جاب من كذا مرة ان هو احسن لاعب في المباراة مع ريال بيتيس. شفنا ان هو ابتدى يرجع تاني واسترجع مستواه واسترجع لياقته البدنية، وان هو ابتدى يشد تاني على نفسه. اسكو كان مدمر نفسه في ريال مدريد،
وهو اللي كان بيعمل كده في نفسه، ادوله فرصة واتنين وتلاتة. لوبيتيجو اداله فرص، اللي هو كان اسكو ده بيقدم احسن اداء مع منتخب اسبانيا، جاله مدرب اسبانيا، قلنا خلاص بقى اسكو ده هيطلع نار من بقه وهيجيب اجوان واسيستات وهيخرب الدنيا زي ما كان بيعمل مع اسبانيا. ولكن هو خرب الدنيا فعلا، وكان وحش قوي قوي قوي. وشوفنا فورمته باظت وكرش وما كانش منتظم في الاكل ومش منتظم في التدريبات وكل الكلام ده. فاسكو كان وحش قوي مع ريال مدريد، ولكنه راح لريال بيتيس وفعلا عملوا زي ما الاعلان بتاع اسكو كان بالظبط، ورجعوه تاني لفورمة حلوة جدا واصرار وثبات منه هو نفسه اصلا، ان هو يبدأ يحافظ تاني على تمريناته واكله ويظبط جسمه ويحافظ على أدائه، ونبدأ نشوف منه لمحات من الفتى اللي كانت ملجة مستنياه ياخد البالون دور. وبكده يبقى تسجل أهداف لحد دلوقتي في الدوري 367 هدف بمعدل 2.8 من 10 جون للماتش الواحد. معدل حلو إن أنت تقريبا 3 أهداف برضه في الماتش، معدل كويس. لكن غالبا الماتشات دي يعني الأهداف دي بتبقى مرة ماتشات ريال مدريد وبرشلونة، لأن زي ما احنا عارفين الفرق بتيجي قدام ريال مدريد وبرشلونة بتدافع ب10 و11 لاعب أصلا. فرقة زي مثلا قادش ده عندهم حارس اسمه لاديسيما، ده كل جولة بيلعب فيها ريال مدريد بينزل له كارت انفورم في الفيفا عن احسن لاعب في الماتش. كل ما يلعب ريال مدريد بيبقى هو احسن لاعب في الماتش، تصديات خرافية، ويشيل كور من على الخط ويشيل سيفز خزعبلية ورفلكسات وكل حاجة. فعندك مشكلة طبعا، الاهداف دي مش دايما بنشوفها في ماتشات ريال مدريد. ابتدينا نشوف حاجة حلوة اهو في ماتش الريال الاخير قدام فالنسيا بخماسية، ولكن دي مش يعني ريال مدريد ما سجلتش اهداف كتير في اغلب الماتشات السنه دي في الدوري. فاتمنى الفرق اللي بتلاعب ريال مدريد وبرشلونه يبداوا يهاجموا، يبداوا يورونا كوره احلى من ان انت تفضل قاعد مدافع ورا الكوره بكل اللعيبه دي. وبس كده كان كل اللي في فيديو النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن الفيفا وعن الكوره عن الفانتسي. سلام.